المطور الجديد مش دايما بيبقى خطر ولا دايما علامة استفهام، لأنه ببساطة احنا في دبي. دبي بتحط قيود وشروط وبتعمل كنترول قوي جدا على المطورين العقاريين علشان يسلموا وحداتهم او المشاريع المتعاقد عليها في الوقت المتعاقد عليه او المتفق عليه، ومعاهم فترة سماح بتكون سنة بعد تاريخ التسليم المعلن. بعد كده حكومة دبي أو دائرة الأراضي والعمارة بتبتدي تاخد إجراءات علشان تحمي أي حد بيستثمر وحاطط فلوسه، مش هقول لك مع المطور، حاطط فلوسه في دبي، لأن دبي آمنة جدا على كل المجالات يعني. فالمطور الجديد هو مجبر يسلمك في الميعاد علشان هو بيبني سمعة، خصوصا لما بيكون واخد اراضي كتير وبدا فعلا وعامل مكتب كويس وعنده بورتفوليو كويس في المقاولات او في غيره. فبتبتدي هنا ان انت تشوف تقيم الفرص. ساعات المطور الجديد بيكون فرصه فعلا بجد، لانه عايز ينافس. فايه الحاجه اللي هينافس بيها؟ هو لسه ما عندوش بورتفوليو وسابقه اعمال، فبينافس في السعر، بينافس في خطه الدفع. فانا عندي النهارده انا في المطور ودان فعلا بينافس في السعر. استوديوهات بتبدا من 600,000 درهم، يعني ازاي في دبي لاند وفيها بيمنت بلان كمان بعد الاستلام. فهي فرصه عظيمه فعلا للي يقدرها.